أفادت تقارير صحفية في الجزائر أن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل تمكن من مغادرة الجزائر عبر مطار وهران بغرب الجزائر على الرغم من صدور أمر بمنعه من المغادرة. وأفادت المصادر ذاتها أن الجهات المكلفة بالتحقيق كانت تملك صلاحية توقيف الوزير الذي فر من الجزائر إلى فرنسا ومنها إلى سويسرا ساعات قليلة قبل إبلاغه بالاستدعاء للمثول أمام القضاء الجزائري. وكانت محكمة الجنايات في الجزائر قد استدعت شكيب خليل للإدلاء بشهادته في العقود الموقعة بين سوناتراك والشركة الكندية SNC Lavalin لبناء محطة توليد كهربائية في حجرة النص في تيبازا. ومعنا من الجزائر المحامي والناشط الحقوقي أمين سيدهم. سيد أمين، كيف استطاع شكيب الخروج من البلاد رغم وجود أمر بمنعه من السفر؟ مساء الخير. بالنسبة لهذه المعلومة إن تأكدت أظن أنها تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الجزائرية، لأنه إذا كان صدر من قبل السيد قاضي التحقيق أمر يقضي بمنعه من مغادرة التراب الوطني، هذا يعني أنه تم ضرب عرض الحائط كل القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية. وإن تأكدت هذه المعلومة أقول أنها تعتبر سابقة جد خطيرة، سواء كان في تاريخ الجزائر أو في تاريخ العدالة الجزائرية. في هذه الحالة هل بإمكان القضاء إصدار بطاقة لاستجلابه من الخارج بأي طريقة؟ أكيد هناك صلاحيات عند قاضي التحقيق بالإصدار أو أمر بالقبض الدولي ضده وضد كل الاشخاص المتورطين، سواء كانوا بطريقه مباشره او غير مباشره في القضيه هذه. هذا شيء ممكن، اجرائيا شيء ممكن. نعلم ان هناك محكمه في ميلانو يفترض أن تنظر في ملفات فساد شكيب خليل طرف فيها أو مشتبه على الأقل فيها، وكذلك الأمريكيون عينوا قاضي فيدرالي للتحقيق في عقود موقعة بين شركات أمريكية وشركة سوناتراك. هل برأيك ستقع دعوته أيضا للمثول أمام المحاكم الإيطالية والأمريكية؟ هذا شيء ممكن أيضا، ولكن الشيء الذي تصدر الإشارة إليه هو أنه إذا غادر إلى سويسرا، في سويسرا كاين ما يسمى باللغة الفرنسية موراتوار، يمنع من طرد أي جزائري أو توجيهه إلى الجزائر. هذا هو الإشكال، لأنه إذا كان تأكدت المعلومة بأنه متواجد في سويسرا، هذا أنه قرأ حساباته مسبقا. ولكن خروجه بهذه الطريقة هل يعزز الشبهات حوله؟ أكيد، إذا كانت هناك لابد من تأكد من مصدر المعلومة. إن كان القضاء أصدر أمرا بمنعه من مغادرة التراب الجزائري، هذه هي المعلومة التي لابد من تأكد منها. إن تأكدت أن هناك هذا المنع، هذا يعتبر شيء خطير. إذا لم تكن هناك بطاقة تمنعه من مغادرة التراب الوطني وتم توجيه فقط له استدعاء بذلك، فهنا يمكنه الخروج، لأنه لا وجود لأي مانع قانوني. ولكن لابد من تأكد من مصدر هذه المعلومة، فإن تأكدت هذا يعتبر شيء خطير. إلى أي حد تهز هذه القصة صورة النظام، خاصة وأن شكيب يعتبر مقربا من الرئيس بوتفليقة؟ بالنسبة لقضية شكيب خليل، هي القطرة التي أصابت الكأس، لأن هناك حالات كبيرة من الفساد وهي متبلورة في مختلف أجهزة السلطة، وهذا شيء معروف منذ الأبد. وبالتالي فهذه القضية إذا تمت متابعة شكيب خليل أن نتجاوز كل حالات الفساد السابقة، لأنه كانت هناك قضية الطريق السريع، وكانت هناك عدة قضايا أمام العدالة اللي كان لديها صدى إعلامي جد كبير، سواء كان في الوسط على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي. أشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي أمين سيدهم من الجزائر.